احتفل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي برفقة زملائه الفريق باليوم الوطني السعودي 93 على طريقتهم بالملابس التقليدية. كريستيانو رونالدو يحتفل باليوم الوطني السعودي ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة أكس تويتر سابقا مقطع فيديو يوثق فيه طريقة احتفال اللاعبين بإحياء التراث الوطني، حيث الظهر كريستيانو رونالدو قائد الفريق وهو يرتدي البشت والشماغ ويمسك بالسيف، فيما كانت الموسيقى التصويرية عبارة عن أنغام شعبية تقليدية. كريستيانو رونالدو وساديو ماني يحتفلون باليوم الوطني السعودي، ورافق كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي من بينهم اللاعب ساديو ماني المنتقل حديثا إلى صفوف النادي من نادي ليفربول الإنجليزي. وأرفق النادي الفيديو بتغريدة جاء فيها: وطن لأبنائه وللعالم، هنا نحلم ونحقق. وانتشر المقطع على نطاق واسع، وحقق في أقل من 10 ساعات أكثر من 18 مليون مشاهدة على صفحة النصر الرسمية. والبشة عبارة عن عباءة ضمن التراث في الدول الخارجية والتي يرتديها الرجال، وعادة ما تكون رمزا للأفراح والمناسبات الكبرى، وتكون أطراف هذه العباءة الرجالية الفضفاضة ذات خيوط مذاهبة في الغالب، وهي تراث للمنطقة منذ قرون. كريستيانو رونالدو وساديو ماني يحتفلون باليوم الوطني السعودي. رونالدو يشارك في احتفالات السعودية الوطنية، وسبق أن شارك كريستيانو رونالدو في احتفالات يوم التاسيس خلال شهر فبراير الماضي، حيث ظهر بالثوب السعودي المردون وقام بأداء رقصة العرضة السعودية. ولم يكتف اللاعب البرتغالي بذلك خلال استعداداته للاحتفال باليوم الوطني، بل ارتدى الشماغ السعودي بجانب الثوب. ومن المقرر أن يكون سفيرا لموسم الرياض المقبل الذي ستشمل فعالياته متحف عن حياته والقابه. كريستيانو رونالدو وساديو ماني يحتفلون باليوم الوطني السعودي، وكأن رونالدو صاحب 38 عاما انضم لنادي النصر في يناير الماضي بعقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويا. ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هداف الدوري السعودي برصيد 7 أهداف حاليا.